هو لو مارسيل كولر عايز يمشي ما يمشي، مستني ايه؟ ليه لو في عروض جايه له مثلا مش بيبلغ بيها ويتناقش مع الاداره فيها؟ ليه بينكد على الاهلي وعلى جمهوره وعلى ادارته وعلى كل حاجه؟ ليه واحد بالعقليه دي بيعمل في نفسه كده؟ ليه في نفسه مش في الاهلي ولا في جمهوره؟ واحد داخل على ماتش الخامس ليه في مواجهة الزمالك، كان هيبقى رقم 5 على التوالي، 5 مباريات متتالية فوز على الزمالك، وكان هيحطم بيه رقم قياسي للأسطورة الحقيقية مانويل جوزيه اللي فاز 5 مرات متتالية على الزمالك. كولر فايز في 4 ماتشات، كان ممكن الماتش ده يبقى الخامس ليه ويبقى متساوي مع مانويل جوزيه ويبقى وصل لرقم تاريخي يحسب ليه. هو نفسه مش بيفكر في النقطة دي، ليه بينكد على نفسه قبلنا؟ ليه ويعاند نفسه بالتشكيلة اللي حطها؟ وهنتكلم في الماتش وفي كل حاجة، لكن ده سؤال عندي محيرني. ليه يا مارسيل يا كولر تفكيرك مش عارف؟ بقالك في الدوري 3-4 ماتشات بحس ان انت نازل عايز تخسر. ليه؟ النهارده اهم ماتش فيهم انت برضو نازل. التشكيله دي كانت بمثابه مفاجاه لجوزيه جوميز، مفاجاه ليه هو، بل انها مفاجاه للعيبه اللي انت اخترتها تلعب اساسي زي كريم نيدفيد وموديست وطاهر وقفشه حتى في نص الملعب. عندك السوليه بره وعندك رضا سليم هنتكلم في الماتش. ولكن السؤال لمارسيل كولر، لو عندك عروض ما تمشي، ما تتناقش مع الاداره فيها؟ ليه تكرهنا فيك وتكرهنا في النادي الاهلي وتكرهنا في ادارته اللي انت عايز تسيطر على كل حاجه فيها، وكانك انت الوحيد اللي تقدر تتحكم في كل حاجه في الكره في الاهلي؟ وده غلط، ده مش صح. الاداره مدياك صلاحيات كبيره جدا وانعكست عليك بالسلب. هنقول غرور، هنقول انانيه، استعلاء، كبرياء، استهتار في بعض الاحيان منك جماهير النادي الاهلي وباللعيبه اللي انت بتشاركها، وبتبين مستواها السيء قدامنا اللي ممكن كانت في اوقات من المباراه تظهر بشكل افضل. ليه مارسيل كولر بيعمل كده؟ وهل الغيابات كان هي سبب هزيمة الأهلي النهاردة من الزمالك 2-1؟ تعال نعرف مع بعض في الفيديو ده سر هزيمة الأهلي ومش الغيابات وحدها. كمل معايا وما تنساش اللايك والاشتراك والشير. كمل معايا. خلينا ناخدهم بالترتيب كده، بعض نقط محددة هفهمك فيها الأهلي اتهزم النهاردة ازاي وليه. نبدأ رقم 1 بالتشكيل. التشكيل اللي كان لو جوزيه جوميز فكر ان هو او تمنى ان يحصل التشكيلة دي ومارسيل كولر ينزل له بالتشكيلة دي كأساسية في بداية الشوط الأول، عمره ما كان يتخيل ولا يتوقع، بل انه هو اتفاجئ بالتشكيلة. واعتقد انه غير في عنصر او 2 بالذات في نص الملعب قبل بداية المباراة عشان يتماشى مع التشكيلة اللي بدأ بيها مارسيل كولر. التشكيلة اللي مش بس جمهور الأهلي استغرب منها، بل إن جمهور الزمالك ومصر كلها استغربت من ساعة ما أعلن عن التشكيلة قبل بداية المباراة، اللي كان فيها أنا هتكلم أو أدقق بس على 3 عناصر و3 لعيبة الناس كلها استغربت لهم. في أكتر من 3 على فكرة، بس أنا هتكلم على 3. رقم 1 عمر كمال، اللي كان رجل المباراة اللي فاتت مباراة زد لما لعب في مكانه الأساسي كباك رايت، باك يمين يعني، وأدى فيه أداء رائع، عمل أكتر من 16 عرضية، ساهم بشكل كبير في ان الاهلي يفوز في المباراة دي، وكان باين جدا مستواه المتميز في المكان اللي اتحط فيه كباك يمين. النهارده هو بيلعبه هاف رايت في وسط الملعب، مش عارف ليه. وكمان كان واخد دور هجومي اكبر بكتير من دور الدفاعي مع محمد هاني، وده ادى ان شكل عمر كمال ما يبانش زي المباراه بتاعه زد اللي بان فيها وكان فيها رجل المباراه. برضو البدايه بموديست، اللي الماتش اللي فات بعد الماتش اللي فات واللي قبله ماتش انبي قلنا خلاص موديست هيريح على الدكه وهينزل اخر تلت ساعه ربع ساعه حتى لو في الشوط الثاني، ولكن ده ما حصلش، وبدا برضو بموديست اساسي طوال ال 45 دقيقه الاولى من المباراه. كمان رقم 3 كريم نيدفيد، مقعد السوليه بره وبادئ بكريم نيدفيد، السوليه واكرم توفيق اللي رجلهم في الملعب يعني متجانسين ومع بعضهم كده منسجمين في الماتشات اللي فاتت، وان كان اكرم توفيق بيشارك بشكل اقل كتير جدا من السوليه مؤخرا، ولكن كريم نيدفيد مش بيشارك اصلا. لقيناه بادئ بكريم نيدفيد
جنبه عمر كمال وقدام موديست، وراكن برضه وسام ابو علي وكهربا. وممكن اعدي له برضه حته طاهر محمد طاهر اللي بدا وينج يمين في الشوط الاول، لان ظهر بمستوى كويس في اخر مباراتين، وممكن نقول ان رضا سليم ما كانش يعني جاهز انه يبدا، فماشي نعدي طاهر محمد طاهر. وبدايه رضا سليم كان ممكن تبقى في الشوط الثاني، لكن بدايه موديست وعمر كمال في الشوط الاول، عمر كمال في المكان ده كان المفروض ما يكونش هنا ويكون في الباك اليمين ورا ويطلع محمد هاني. كريم ندفد اللي موجود كان ممكن اكرم توفيق او عمرو السوليه، كمان موديست وسام ابو علي وكهربا اعتقد ان هم اجهز منه، والناس كلها شايفه كده. دي الثلاث نقاط في بدايه التشكيل. خلينا ناخد بقى الخطوط واحده واحده. في الاول كده الدفاع، عندنا رامي ربيعه وعندنا محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم اللي بقول له يعني مش عايز اقول فزلكه، كفايه استهتار وغرور وثقه زياده بالنفس. يا كابتن محمد يا عبد المنعم، حضرتك وصلت لمرحله يعني الناس مش عارفة هي بتحبك ولا هي بتدعمك ولا مش بتدعمك، لان انت بتعمل حاجات الجمهور مش بيقبلها. في بداية الشوط واثناء التعادل قبل ما الزمالك يسجل الهدف اللي جه بسببك، الكرة اللي كانت على رجلك ومش عارف تشتتها، كان ممكن تستلمها تطيرها في الاول تعمل اي حاجة، الا انك تسيبها بالسهولة دي لسيف الجزيري وياخدك في ظهره ويعمل. كان في كرة قبلها بشويه حضرتك عملت كرة كده كان ممكن تبصيها على الارض قدام منطقه جزاء الاهلي، رفعتها بطريقه غير مناسبه، الكرة اتردت علينا، حد لعبها لمحمد هاني الناحيه الثانيه طلعت في الاوت، وكان ممكن تسبب في خطر كبير على النادي الاهلي. حتى محمد هاني زعق لك في الكرة وبص كده بطريقه بيقول لك خلص والعب بسرعه، ليه مش عارف. برضه كرة الجون اللي الجزيري فضل واخدك فيها لحد ما سجلها. رامي ربيعه على الناحيه الثانيه اللي الكرة مش عارف الكرة التاكلينج ما عملوش ليه، ما قدرش يتحرك على الكرة ليه، ما جريش ورا الكرة ليه، وفضل واقف عند قبل خط المرمى، وبعد كده لما الكرة اتلعبت جري وراها شوية ودخل وراها الجون. طب حضرتك لما هتدخل الجون يا رامي يا ربيعة ما تطلع الكرة وتعمل تاكلينج، جبتها ما جبتهاش مش مشكلة، لكن انت ما حاولتش عليها من الاساس. ده في الهدف الاول اللي انت كنت برضو معتقد وبتلعب على فخ التسلل اللي هربنا منه في الهجمة الاولى او الفرصة الاولانيه اللي عملتها مع زيزو وانت طلعتها كويس، بس هي كانت بسببك برضو. التسلل ما كانش وانت اتضربت فيه، والكرة رجعت لزيزو، وزيزو كان ممكن يسجل فيها، ولو كنت التحمت معاه بشكل اخطر من كده كان ممكن تبقى ضربه حره او ضربه جزاء كمان لو زيزو كان اسرع في التصرف بالكرة، ولكن دي لحقتها. الجون الاول اللي عملته ده فيه وما عملتش تاكلينج حتى، ما حاولتش على الكرة، والجون الثاني الكرة بتتعرض وبتتلعب عرضيه ما حطيتش رجلك ولا حتى طلعتها ركنيه ولا اي حاجه، وجاء الجون من الدربكه الدفاعيه اللي حصلت سواء منك او من محمد عبد المنعم، وانتوا الاثنين اعتمدتوا على بعضيكم والكره اتلعبت من وسطكم بشكل غريب جدا. بعد كده هنتكلم على خط الوسط. خط الوسط اللي فيه غيابات مؤثره بشكل كبير، وهقول مؤثره ولكن مش هي السبب. عندنا مروان عطيه وعندنا امام عاشور، الاثنين بمثابه قلب الوسط بتاع الاهلي اللي ما كانوش موجودين، ولكن لما تبدا في الشوط الثاني بشكل خط الوسط ده اللي خلاك تركب المباراه وتبقى احسن وتعمل فرص، ودفاعيا الزمالك يتراجع قدامك وتلعب عليه وتبقى اخطر منه، فده ما حصلش ليه من الشوط الاول. يعني لو كان بدا السوليه وكوكا وقفشه او حتى اكرم توفيق بدلا من ندفد اللي حضرتك بدات بيه اساسي في الشوط الاول، وكمان طاهر محمد طاهر اللي كنت ممكن تنزل رضا سليم برضو اساسي وعنده مجهود وبيجري، وهتقول لي راجع من اصابه وانت عايزه في ماتش مازيمبي، هنتكلم في النقطه دي شويه كده قدام، كمل معايا بس. ولو بصينا على خط الهجوم هنلاقي موديست وطاهر وعمر كمال لما كان بيزيد حتى ما فيش عرضيات عملها، دول كان بيلعبوا اساسي على مين؟ على وسام ابو علي وعلى كهربا وعلى رضا سليم وعلى احمد عبد القادر. دول كلهم ما فيش واحد فيهم يبدا اساسي على حساب الناس دي. بتبدا بطاهر وموديست، طب كهربا، طب وسام، طيب عبد القادر، طب رضا سليم، طب طلع طاهر. كل ده في الشوط الاول. عايز اقول لك ان الاهلي اصلا ما جاش الشوط الاول. ازاي هو اختار الشكل ده للشوط الاول اللي هو صحح ده بعد الشوط الاول ما انتهى مباشره، ودي اول مره كولر يعملها. هو قال في التصريحات بعد الماتش ان انا لما بعمل تغييرات بدري بتزعلوا، ولما بعمل تغييرات متاخره برضو بتزعلوا، والناس كلها بتنتقد الحته دي. يا فندم انت اول مره تعمل الحركه دي، محدش زعل. انت بعد الشوط الاول على طول طالما غيرت الثلاث تغييرات مره واحده، نزلت وسام ورضا وعمرو السوليه وطلعت موديست وطلعت طاهر وطلعت كريم ندفد، الحركه اللي عملتها دي غريبه جدا. اول مره اشوف تفكير كولر
الفظيع الرهيب اللي بيفكر بطريقه غيرنا كلنا. انا مقتنع جدا بيك ومش بقول ان انت عشوائي، ولكن انا في حيره مش عارف البدايه اللي بداتها. لو جوميز راح قال لك يا ريت خد ابدا لي بيها مش هتوافقه، خد ابدا لي بالتشكيله دي يا اخويا كولر مش هتوافقه، هتقول له انت عايزني انزل اخسر؟ اكيد انت ردك هيكون كده. ازاي انت بداتها بالشكل ده؟ انا مش عارف. الدليل الاكبر على انك التغييرات كانت غلط الاساسيه يعني اللي بدات بيها، والتغييرات لحقتها في الشوط الثاني، ان انت ما استنيتش 5 دقائق في الشوط الثاني عدوا، لا انت غيرت على طول بدايه من الشوط الثاني. قبل كده كنت بتنزل التغييرات في الدقيقه 65 70 75، دي بالنسبة لك 65 بدري، لكن المرة دي مش بدري، وده كان الصح، وانت من جواك عارف ان هو الصح، ويمكن انت مش عارف او الله اعلم انت عايز تمشي ولا عايز تقعد. احنا هنقول الكلام ده في اخر الفيديو، بس خلينا نكمل. لو سيبنا تشكيل الاهلي شوية ورحنا لتشكيل الزمالك، هنلاقي برضو جوميز كان نازل متحفظ شوية، ولكن تشكيله، والزمالك عنده غيابات على فكرة، مش بقول ان الزمالك ما عندوش، الزمالك كان عنده غيابات بشكل اقل كتير وما فرقتش كتير معاه، بس واحد زي مثلا احمد سيد زيزو اللي يعتبر غياب لانه الراجل ما لعبش حوالي 15 دقيقه وطلع تغيير اضطراري بسبب الاصابه. طيب وعنده كمان مصطفى شلبي ما لعبش، ولذلك هتلاقي في نص الملعب كان بادئ بناصر وبادئ بدونجا وعبد الله السعيد، نص ملعب ممتاز. النهارده عملوا ماتش عالمي. طبعا لازم يلعبوا على نص ملعب فيه ندفيد وفي قفشه وفي كوكا، يعني نص الملعب اللي مسكوا الشوط الاول الزمالك ده هو اللي خلاه فاز. حتى لو انت غيرت الشوط الثاني ولحقت نفسك، ولكن كان خلاص الزمالك مسك المباراه وركب المباراه بلغه الكوره زي ما بيقولوا، فانت طمعت الزمالك فيك. بدايتك هي السبب، انت كنت ممكن تعمل العكس. غيابات الاهلي مؤثره، ولكن كان ممكن ان انت تفوز الماتش ده بكل سهوله لو بدات التشكيله بتاعتك في الشوط الثاني من الشوط الاول، وكنت انت ممكن انت اللي تخطف الجون الاول، والزمالك كان ممكن برضه يتعادل معاك، لان الزمالك برضه عايز يفوز. وهنتكلم على حته الروح. الاهلي كان الروح النهارده مفيش، حاسس كده روح الفانلة الحمراء اللي احنا بنتكلم عليها ما كانتش موجوده غير عند 2 3 بس في السكواد كله. اما الزمالك عنده اصرار وعزيمه وعنده طمع في المباراه وعارف هو عايز ايه. انت لما تعادلت الزمالك اصر انه يفوز بعد ما تراجع، وهو اللي خلاك تتعادل. يعني عايز اقول حته الزمالك بتراجعه وجوميز لما رجع وعمل زون دفاع منطقه، انت اتعادلت. لو هو كمل ضغط، وشفنا ده بعد التعادل كان بيروح 3 و4 لعيبه و5 لعيبه على 2 و3 و4 من الاهلي، انفرادات لا حصر لها. كان ممكن الماتش ده يخلص 5 ولا 4-1 وانت ما كنتش هتسجل. فالزمالك كان افضل بكتير. غياباته مؤثره برضو، زيزو ومصطفى شلبي اعتقد مؤثرين، ولكن حتى موتيابا الولد الصغير اللي نزل ده، عايزك تشوف يا مرسل يا كولر، الراجل لما بيتكلم مع موتيابا ده وبيقول له، مش بيتكلمه ده بيزغده كده، بيديله التعليمات وهو بيضرب فيه. كان ناقص يديله بالقلم. انت نازل يا ابني مكان زيزو، انت عارف نازل تعمل ايه. والولد بصراحه لعب ماتش كبير جدا، اصغر واحد، ولكن ادى اداء كويس جدا، ماتش يحسب له. لعب وعمل فاولات واستفز لعيب الاهلي، وكان ليه لمسات وعدى 1 لواحد، يعني عمل شويه حاجات كده تحسب له طبعا. اما انت ندفيد اللي لعب الشوط الاول كله، تحس ان انت ما سمعتش اسمه اصلا. عمرو السوليه لما نزل خلاص الشوط الثاني يعني كان طبعا افضل من ندفيد، ولكن رضا سليم اللي صنع لك الجون لاحمد عبد القادر اللي ربنا كرمه وسجل الهدف، عشان اعتقد ان هو مظلوم الراجل، بس هتكلم عليه برده شويه كده. خلينا من احمد عبد القادر دلوقتي. ولكن التغييرات اللي انت عملتها في الشوط الثاني فرقت. انت برضو طمعت الشوط الثاني وحبيت تزود عدد المهاجمين او عدد الخط الهجومي وتلعب على انك تفوز، وده ادى الى ان الزمالك يروح بمرتدات كتيره. كان ممكن الماتش يكمل معاك في 3 و4، ولولا مصطفى شوبير يعني اللي لا يسأل عن اي من الهدفين، بصراحه كان رائع جدا. تصدى لاكتر من انفراد حقيقي وفرصه حقيقيه لهدف حقيقي. فالدفاع عندك كان بصراحه شوربه الشوربه. الكره كانت بتعدي كده وبتحس ان في خوف من اللعيبه. محمد عبد المنعم ورامي ربيعه تسببوا في الهدفين، وكان ممكن يجي اكتر من الهدفين لولا تألق مصطفى شوبير. طيب هتقول لي امال ايه اللي حصل بعد الاهلي ما تعادل؟ ليه الاهلي ما سجلش الاول والزمالك هو اللي سجل في اخر الماتش وفاز بالمباراه؟ هقول لك على حاجه. اللي خلى الاهلي تعادل زي ما لسه كنت بقول، ان جوزيه جوميز تراجع في الاداء بتاعه وحب يحافظ على الهدف الاول، او انه يامن خطوطه شويه، وطلع عبد الله السعيد وطلع منزل محمد شحاته وطلع احمد حمدي. يعني عمل تغييرات كده تامينيه ونزل سيد نيمار طبعا مكان عبد الله السعيد. دي كانت مخاطره كبيره من جوميز، كان ممكن
وتسهل المباراه جدا على مارسيل كولر وعلى لعيبه الاهلي ان هم يسجلوا التعادل وكمان الهدف الثاني. وده حصل وسجلت التعادل، ولكن الراجل فاق بسرعه ولحق نفسه جوميز وعدل الخطه بتاعته، وكمان بدل ما كان بيدافع لا بقى هو اللي بيهاجم وهو الاكثر خطوره، وانت فرحت بالتعادل وعايز تحافظ على التعادل، وبعد شويه بدات تطمع وبدات تفكر ان انت لا عايز اجيب جول، لحد ما الزمالك استغل الهجوم بتاعك، الاندفاع الهجومي، وبدا هو ياخد المرتدات عليك، وممكن كان يسجل منها اكتر من الهدف بس اللي هو جابه، لا ده كان ممكن اكتر من فرصه محققه لولا تالق مصطفى شوبير زي ما قلنا. وكمان زي ما قلت لك موضوع احمد عبد القادر بعد ما سجل الهدف قلنا تمام ويعني ربنا كرمه وبتاع، ولكن بعد ما سجل الهدف بدات حته عبد القادر حقيقيه تيجي. الهدف اللي سجله عبد القادر سجله من لمسه واحده، الكرة جات له من رضا سليم ما استلمش، شاط على طول، سجله من لمسه واحده، الكرة جات له لمسها في الجون على طول من غير ولا هدي ولا خدي ولا اتحرك كده ولا كده. طيب تمام يا عم احمد ربنا كرمك وجبت الجول. الهجمه اللي بعدها على طول بدا يعمل الحركات بتاعه احمد عبد القادر والحنكشه بتاعته، واخد يمين واخد شمال، اطمع لنفسي ادخل لجوه بدل ما العب الكره بالعرض لا اشوط انا كور. قلنا ماشي انت جايب الجول التعادل وممكن ربنا يكرم في كره من الكور بتاعتك دي وتيجي، ولكن رجعنا برضو للنقطه اعتقد اللي هي بتضايق مارسيل كولر من عبد القادر، وهي الحتت اللي بيعملها عبد القادر دي مش بيخلص الكره من مره واحده ولا حتى من مرتين بل بتطول في رجله. ويا عبد القادر عايز اقول لك الحركات دي تعملها وانت فايز والاهلي فايز وفايق، ممكن خلاص انت فايز 2-0 3-0 3-1 تعمل كده، لكن انت لسه متعادل وترجع تعمل الحركات دي. فعبد القادر بصراحه زي ما جاب الهدف، ولكن كان في الكرات دي يحسب على عبد القادر ان هو ما خلصش الكرة بسرعه، كان ممكن يسجل الاهلي هدف، وكمان التراجع بتاع الزمالك كان خادمنا في الحته دي، ولكن ده اللي حصل. طيب امال ايه التحكيم ومش التحكيم والظلم وابراهيم نور الدين؟ وانا شايف من وجهه نظري المتواضعه يعني ان التحكيم ما كانش فيه اي اخطاء مؤثره في المباراه، ما فيش ضربه جزاء لزيزو زي ما الزملكاويه بيقولوا، ولا هو جاي على الاهلي في اي كوره مؤثره. ممكن في بعض الحاجات في فول في حاجات بسيطه يعني، ولكن مش في لقطه او هدف او فرصه او حتى نص فرصه. انا شايف ان التحكيم كان خارج بشكل كويس، حتى الراجل قال لك انا مش هعتزل، شكله فرح بعد ما عمل ماتش كويس وبتاع. من وجهه نظره برضو قال لك انا كنت بقول كده بشجع الحكام الصغيرين والناشئين وبتاع، لكن انا اعتزل في ماتش يكون ماتش حاسم، ماتش نهائي كاس سوبر، في ماتش حاسم في الدوري بتاع، لكن انا مش هعتزل دلوقتي، انا كنت بقول كده تشجيعا لزملائي. ماشي يا عم ابراهيم كمل ربنا يكرمك. فانت يا عم كولر ما عندكش كده اي شماعات تعلق عليها الخساره بتاعت النهارده اللي بعد اللقاء بعد المباراه في اللقاء الصحفي بتقول ان الهزيمه مسؤوليه الجميع، وانا التغييرات بعملها بدري بتزعلوا وبعملها متاخر بتزعلوا. لا مش مسؤوليه الجميع. الماتش اللي فات انت القيت بالماتش انبي، القيت ساعه التعادل، قلت القيت المسؤوليه على اللعيبه اللي نزلت، وقلت في لعيبه بتنزل بتبقى عايزه تلعب لنفسها مش للفريق، واللعيبه بتطلع في الهجوم وانا مش عايزهم يطلعوا، كنت بقول لهم ارجعوا. ما استغربت ليه؟ يعني عملت شويه تصريحات كده، رميت المسؤوليه من على نفسك بتاعه التعادل، ورميت المسؤوليه على نفسك في اللعيبه. الماتش ده برضو قلتها بس ايه يعني عن مضض كده، قلت اللي هو مسؤوليه الجميع وانا بتزعلوا وبتاع، لكن ما قلتش على حد بعينه، لان انت عارف اللي حصل النهارده ومتاكد ان الخطا الاساسي والاول عندك، وانت بطلت تعترف من ساعه ما جيت. كنت في الاول يعني في مباريات معينه بتطلع تقول مسؤوليتي وانا عملت وانا سويت. انا شايفك في اخر كام مباراه البنك الاهلي وانبي وحتى ماتش زد اللي انت فزته بتقول تصريحات مش عارف مش محسوبه، بتلقي المسؤوليه على بعض الناس غيرك. عايز تمشي قول، عايز تمشي قول لنا، في عروض جايه لك قول لنا، في حاجه غلط بتحصل في النادي او معاك عامه قول لنا. ماتش مازيمبي اللي هنتكلم عنه دلوقتي انت باصص له قول لنا، مع ان انت لو باصص لماتش مازيمبي مش هتلعب الاساسيين، انت برضو لعبت الاساسيين اللي هيلعبوا في ماتش مازيمبي. فلو الحجه دي حجه فارغه مع احترامي. ماتش مازيمبي لو انت باصص له كنت هتريح الناس دي ومش فارق معايا الماتش ده، وهتطلع تقول انا مع ان الجماهير مش هتقبل ده ولا حتى الاداره، بس كان ممكن تقول انا النهارده اديت وعملت اللي عليا وتغييراتي انا وحاسب عليها، وانا باصص لماتش مازيمبي والبطوله الافريقيه وعايز اريح بعض العناصر عشان ما عنديش بدايل وعندي غيابات، وانت قلت كده عندي 7 غيابات وبتاع. ولكن دي اكبر تصريح انا شايفه ان في عشوائيه بجد، لان انت نزلت الاساسيين وهم اللي جابوا لك التعادل ولعبوا.
فازاي بتقول لي لا انا عشان مازيمبي وعندي اصابات وعندي غيابات و ففي النهايه يعني مارسيل كولر زي ما قلت في اول الحلقه، عايز تمشي، عايز في عروض جايه لك قول لنا، عرف الاداره وخلاص. لكن هتعمل زي موسيماني وتبدا ويبقى تركيزك كله افريقيا وكاس العالم للانديه والبطولات اللي هي فيها الهايلايتس بتاعتك تتحط كده في السي في، وانت الراجل بتاع سويسرا وبتاع النمسا وكده والمحليات دي، لا انا شايف ان السكه دي هتضيع مارسيل كولر وهتبقى كده بتكرهنا فيك. احنا عندنا ماتشات المحليات والدوري مهم جدا زي افريقيا وزي كاس العالم. ماتشات الزمالك بالذات، الديربي القاهره وانت اكيد عارف زي كده يا راجل، ده انت فايز 4 مرات عليهم على التوالي، 4 مرات متتاليه فايز على الزمالك. وزي ما قلت كنت هتحطم الرقم القياسي بتاع او هتوصل له يعني بتاع مانويل جوزيه، كنت هتبقى 5 مرات متتاليه تفوز على الزمالك. انت لو حاطط ده في دماغك قبل المباراه كنت هتلعب بالشكل ده وبالتشكيل اللي انت بدات بيه ده؟ ما اعتقدش كده خالص. ففي غرور، في استهتار، في كبر، في يعني بعض فحد عايز يعني بنتقي الالفاظ. الاداره مش عارفه تحاسبك على الحاجات بتعملها، صلاحيات كتيره قوي واخدها مدير الكوره ما بيعملش حاجه. كنا بنشوف كابتن سيد عبد الحفيظ قاعد، مش بقول برضو ان كابتن خالد بيبو لسه الراجل جاي ولسه بيعمل ولسه ما عندوش الشخصيه الكامله والرؤيه الكامله لمهمه مدير الكره في النادي الاهلي، ولكن تحس ان كولر مسيطر على كل حاجه. حتى إدارة تحس إن هي رضخة ومستكينة كده لطلباته ولصلاحياته وللحاجة اللي عايز يعملها كولر، هم سايبينه براحته خالص. هل ده هيظل كتير؟ هل كولر بيخطط فعلا إن هو لا ما كانش يقصد كده وجات معاه كده والعملية خرفت زي ما الناس بتقول، ولا في حاجة هو مخبيها عننا، في عروض، في عايز يمشي؟ مش عارف. وعايز اقول لك في النهايه ان زي ما قلت الغيابات مش هي سبب الهزيمه، وسر الهزيمه برضو مش مارسيل كولر لوحده. اللعيبه النهارده ما كانش عندها روح النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء. اللعيبه حتى اللي نزلت مش اللي بدات الشوط الاول، عشان الاهلي اصلا ما جاش الشوط الاول، لا الشوط الثاني الاهلي كان ماسك المباراه، والاهلي كان رايح في سكه ان احنا حاسين ان الاهلي هيجيب الهدف الثاني. وكمان لما الزمالك جاب الهدف كنا حاسين ان الاهلي ممكن يتعادل، وقلنا كويس لو طلعنا بنقطه. ولكن كولر جزء، اللعيبه اللي كانت بتلعب جزء، الدفاع بتاعنا مفيش، وهو الراجل اكيد طلب ولسه هيطلب، وكل شويه هيقول لك عايز مدافع افريقي، عايز محترف افريقي للدفاع، عايز حد. ياسر ابراهيم ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامه ويشفيه، يعني لما يرجع هيفرق جدا، لان هو مش هيلاعب محمود متولي اللي قاعد بقاله كتير على الدكه وسايب لنا رامي ربيعه وسايب لنا محمد عبد المنعم. فجزء كبير مش الخطه بس، ولكن بعض اللاعبين اللي عندهم استهتار وغرور وتحس ان هم شبعانين من البطولات. نتمنى ان شاء الله يوم السبت ده ما يأثرش على النادي الاهلي في مباراة مازيمبي. عايزين نتخطى مازيمبي بنتيجة ايجابية، عايزين ان شاء الله نوصل للنهائي 12 وتبقى 12 يا اهلي ونحقق لقب افريقيا. ولكن بالشكل ده حاجه ما تطمنش. اتمنى ان كولر يرجع لعقله، اللعيبه تاخد دي دفعه، ما يكونش ده حاجه تنزلهم، لا تكون حاجه تطلعهم وترفع روحهم المعنويه، ويحصل شحن واعاده يعني شحن العزيمه والاراده والروح والفانيلا بتاعه النادي الاهلي الحقيقيه. يتمنى ذلك يعني، يا رب يا رب. انا اديني ما عملتش الحلقه ان انا اشتم واغلط واقول نقد هدام، لا معظم الكلام اللي انا قلته اعتقد ان هو نقد بناء لو الناس هتاخد بيه يا ريت. اتمنى نشوف الاهلي في صوره احسن من كده يوم السبت ان شاء الله مع مازيمبي. وفي الدوري لسه بدري يعني، ان شاء الله الاهلي جاي ولسه ماتش الدور الثاني مع الزمالك ولسه ماتشات كتيره، فجماهير الاهلي ما تزعلش. انا مش بقول برضو ان الغيابات والحاجات، ولكن ده اللي حصل في مباراه النهارده. مارسيل كولر علامه استفهام، بعض اللاعبين عليهم علامه استفهام، الاداره عليها علامه استفهام كبيره.